يا هلا باخوان اخواتي، نصيحتي كل شخص لازم يعرف كيف يشتري يبيع ويستثمر في منصة باينانس لعدة اسباب. اولا لانها اكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم، وهالشيء مهم جدا لانه راح يسهل بيعك وشرائك لهذه العملات. في خاصية اسمها شخص لشخص او بي تو بي. كل ما كانت منصة كبيرة كل ما بتحصل اشخاص من بلدك تتداول، وهذا بيسرع ايداعك وسحبك للاموال وبيقلل العمولات. السبب الآخر، بعد ما تطلع من هذا الفيديو بتحترف كيف تشتري وتبيع العملات الرقمية، وتقدر تطبق هذه الخطوات حرفيا في أي منصة أخرى. هذه أرباحي في آخر أسبوعين، بخبركم كيف جبتها وكيف أودعت الأموال وكيف أسحبها وتوصلني لحسابي البنكي في عدة دقائق بس. لكن قبل حطوا لايك لنشر الفيديو واشتراك لو حابين تعرفوا أكثر عن عالم الكريبتو. رابط المنصة تحت في صندوق الوصف، افتحوه بتطلع لكم هذه الصفحة. تقدروا تسجلوا بعدة طرق، بس الأفضل تسوي لكم حساب عن طريق الإيميل الشخصي. حط إيميلك وكلمة المرور خليها صعبة، ووافق على قوانين الخصوصية واضغط إنشاء حساب شخصي. بيرسل لك إيميل يتأكد من صحته وفي رمز ننسخه، ونرجع للتسجيل ونلصقه ونضغط ارسال. بكذا تم التسجيل بنجاح، بس يبقى توثيق الحساب. نضغط التحقق الان. هنا اختار مكان اقامتك وبعدها اضغط متابعة. بعدها راح يقولك دخل جنسيتك، اسمك القانوني، بس انتبه لا تغلط، اي غلطة هنا احتمال تنرفض العملية. ضيف تاريخ ميلادك واضغط متابعة. بعدها ضيف عنوانك وين تسكن، المدينة والتفاصيل. نضغط متابعة وبيحتاج يتأكد من هويتك. بيقول لك اختار الدولة اللي مستخرج منها الهوية واختار نوعها. بختار الهوية وبضغط متابعة. بيقول لي بحتاجك انك تصورها من الجهتين. نضغط متابعة وراح يطلع لنا هذا التنبيه نوافق على الوصول للكاميرا ونصور الهوية. نتأكد ان الصورة واضحة وبدون اي شيء يحجب البيانات. بعدها بيطلبك تصورها من الخلف بنفس الطريقة، وبكذا تمت الخطوة بنجاح. وباقي الخطوة الأخيرة، واللي هي بيطلبك تصور سيلفي علشان يتأكد أن الهوية أنت صاحبها. فنضغط موافق، نقرب شوي وراح يطلع لنا ولد صغير. هنا لازم نسوي نفس حركاته. يمكن المرة الأولى أو الثانية تفشل، لكن بعد عدة محاولات راح تنجحوا. وبكذا تم توثيق الحساب، وحين صرنا نقدر نشتري نبيع ونستثمر بشكل رسمي في منصة باينانس. أول شيء تسويه تصير على الإعدادات ونختار عملة التطبيق، العملة اللي حاب تشوف فيها أسعار البيتكوين، إثيريوم وإلى آخره. وبعدها ننزل تحت ونختار العملة اللي حابين نشتري من خلالها. حسابي البنكي من سلطنة عمان ريال عماني، فبختار ريال العماني. لو كنت من السعودية اختار ريال سعودي أو العملة اللي تتعامل فيها. إذا ما لقيتها اختار الدولار أو اليورو. الخطوة اللي بعدها هو تأمين حسابك، واللي هي خطوة ضرورية جدا علشان ما حد يخترقك ويسرق أموالك. نسير على قسم الحماية ونختار رقم الهاتف. نفعل الخيار. بعدها راح يطلبنا رقم الهاتف. نضغط ارسال الرمز، بيوصلنا مسج ندخله، ونفس الشيء على الايميل. ناخذ الكود من الايميل ونحطه. وبكذا فعلنا خاصية تحقق بخطوتين عن طريق رقم الهاتف، وبكذا بيكون حسابك مأمن من الاختراق. هذه الواجهة اللي تشوفوها بسيطة وجميلة، ولكن ما فيها كل الخيارات. فنسير على الحساب ونفعل الواجهة المتقدمة البرو. بعدها نبدأ عملية الشراء. في 3 طرق تقدر تحط أموال داخل المنصة. الطريقة الأولى والأسهل بين الكل، نسير على التداول. بعدها من فوق نختار العملة المحلية. نختار شراء عن طريق البطاقة، وبعدها نختار العملة اللي حابين نشتريها. ندخل المبلغ وبعدها نضغط موافق، وبيطلبك تحط التفاصيل بطاقتك البنكية. وبعدها نضغط على تأكيد، وبكذا اشتريت عملات رقمية. بس ما كل البنوك وكل البطايق تدعم هذه الطريقة في شراء العملات، ففي طريقة ثانية أفضلها شخصيا، واللي هي عن طريق شخص لشخص. فنرجع مرة ثانية على التداول ونختار شخص لشخص. بعدها نتأكد هنا العملة المحلية اللي تعامل فيها حسابك البنكي، وهنا وضع الشراء، وهنا العملات اللي موجودة. لكن لو تلاحظوا لما نضغط أي عملة أخرى ما بنحصل بائعين إلا اليو اس دي تي، لأن اليو اس دي تي هي عملة مستقرة وبنفس سعر الدولار، فالكثير يفضل أنه يتعامل فيها، وبعد ما يشتريها يقدر يشتري العملات الأخرى من خلالها.
فشراء العملات الرقمية من خلال الشخص لشخص عادة ما يصير إلا من خلال شراء اليو اس دي تي. نختار أقل سعر وأفضل تقييم، بعدها نحط المبلغ ونقدم الطلب. الحين كل اللي عليك انك تحول الاموال للشخص عن طريق التحويل البنكي او التحويل المحلي، وعادة بتحصل كل التفاصيل ورقمه الشخصي للتواصل وتحويل الاموال. بعد ما يستلم الاموال بيدخل على منصة باينانس وبيرسل لك اليو اس دي تي اللي اشتريتها، وبكذا اشتريت عملات من شخص لشخص. في طريقة ثالثة لإيداع الأموال في منصة باينانس. مثلا لو عندك عملات في منصة أخرى مثل رين، أو في شخص حاب يهديك أو تشتري من عنده، نسير المحفظة بعدها فوري وبعدها إيداع. حدد العملة اللي حاب تحولها، وبعدها نختار نوع الشبكة اللي بتتحول فيها العملة. الشبكة هي الناقل للعملات من المنصة الأولى للمنصة الثانية. المهم إنهم يكونوا متشابهات، لكن بعض الشبكات أغلى من الثانية، ونفس الشيء العملات تحويلها في بعضها غالي وفي بعضها رخيص. هذا عنوان محفظتك لهذه العملة. كل عملة لها محفظة. أنا أستقبل الأموال لبعض التعاونات والأعمال من خلال عملة اليو اس دي تي. كل اللي علي أسويه أن أعطيهم عنوان محفظتي والشبكة اللي أتعامل فيها. أفضل وأسهل طريقة تبيع عملاتك وتوصل لحسابك البنكي في دقائق معدودة هي من خلال الشخص لشخص. في البداية نحتاج نحول العملات إلى يو اس دي تي، لأن مثل ما قلنا اليو اس دي تي ينباع بسرعة، فبنصير على التداول تحويل، وبعدها نختار مثلا البيتكوين إلى اليو اس دي تي. نحدد المبلغ اللي حابين نحوله من البيتكوين إلى اليو اس دي تي ونضغط معاينة، وبكذا حولنا الأموال. بعد ما حولنا أموالنا إلى يو اس دي تي لازم ننقلها من المحفظة إلى التمويل بكل سهولة. في المحفظة بعدها فوري نختار تحويل، نختار من محفظة فورية إلى تمويل، نحط العملة، نكتب المبلغ والكمية ونأكد التحويل. بعدها نسير على التداول ونختار الشخص لشخص، نختار عملة حسابك البنكي ونريد نبيع هذه المرة، وهذول الشرايين. نشوف أفضل سعر وأفضل تقييم، نضغط عليه بيطلبك تدخل حسابك البنكي اللي راح تستلم فيه الأموال. نحط المبلغ الكامل ونضغط بيع. بننتظر الشراي يرسل الأموال لحسابك البنكي. في غضون دقائق بتستلم رسالة نصية فيها استلام الأموال. ارجع لتطبيق باينانس وأكد استلامك لهذه الأموال. هناك أكثر من 20 طريقة تستثمر فيها أموالك من خلال منصة باينانس. في منها أقل خطورة والأرباح جيدة، وفي منها أكثر خطورة لكن الأرباح ممتازة. في طرق كثيرة جميلة تقدر تستثمر الأموال في منصة باينانس، واللي بنتطرق لها في الحلقة القادمة. أتمنى أني أفدتكم. شكرا لكم على المتابعة. كان معكم أخوكم سالم البادي. أشوفكم الحلقة القادمة.